ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وثاني فقراتنا الحوارية في نايل كورة اليوم. وبكل تأكيد وده حقيقي مش مجاملة، يعني إذا كنا بنتكلم في الشق الرياضي على سبيل المثال وبنتكلم على دولة زي الإمارات العربية المتحدة وماذا تفعل أو تستفيد من الرياضة ومفهوم الدولة عن الرياضة، بكل تأكيد احنا بنتكلم في تقريبا ما يقرب من تقريبا 20 مليار دولار دخل الدولة الإماراتية من الاستثمار والصناعة في الرياضة و فعاليات رياضية بتنشأ وبيخطط لها بشكل سليم على مدار السنة. بنتكلم في أكتر من 350 يصل إلى 360 حدث رياضي في الإمارات العربية المتحدة. طبعا هو احنا هنتكلم النهاردة بالأخص عن كرة القدم، لكن في الأساس الفكر رايح فين؟ وإذا حاولنا إن احنا نقرب أكتر، الإمارات عملت إيه في 30 سنة؟ وإن شاء الله مصر مقبلة على فترة بنتمنى إن شاء الله إنها تكون على خير ما يرام في مسألة الرياضة وفي كل المجالات. بكل تأكيد عايزين نعرف في 30 سنة إيه اللي حصل في الإمارات، عايزين نقرب أكتر ونشوف الفكر كان بيمضي في أي اتجاه، لأنه المسألة دي مهمة جدا ونتدبر هذا الأمر ونراه بعين التدبر، و مش استحداث شيء جديد. ممكن يحصل استحداث، لكن احنا زي ما دايما بقول احنا مش بنخترع العجلة بمعنى أدق. هتكلم كتير عن الإمارات وهنتكلم عن رؤية واحد من المدربين لحراس المرمى في الإمارات، كابتن عابد فؤاد عامر، مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بنادي أهلي دبي، اللي مشرفنا ومنورنا يا كابتن في هذه الفقرة الحوارية في نايل كورة. ربنا يخليك، ومساء الخير عليك ومساء الخير على نايل كلها بقنواتها المتعددة، وسنة جميلة عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى مصر كلها، وإن شاء الله تبقى سنة جميلة تنعم فيها مصر بالأمن والأمان إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب كابتن عابد، يعني أكيد انطلاقا من لقاء القمة ما بين الزمالك والأهلي بالأمس، أكيد أنا عندي معلومات وموثقة أيضا من كتير من اللي بيسافروا دبي وبيسافروا يعني كل الإمارات اللي موجودة، بيبقى في دايما متابعة لنايل سبورت بشكل كبير، يعني في الكافيهات وفي كل المطاعم بتبقى دايما نايل سبورت بتحظى بمشاهدة جيدة جدا في الإمارات. يعني المتابعة بالأمس في لقاء القمة كان عامل إزاي من خلال استقرائك واتصالاتك؟ يعني أكيد أنت معتاد أنه بكل تأكيد مباراة قمة كتير حضرتها. هي النايل سبورت يعني هي القناة الأولى دلوقتي حاليا، أنا بقول لك يعني عن اقتناع وعن دراية تامة في مصر وخارج مصر. نعم. ممكن نقول القناة الشعبية الموجودة، الصغير والكبير، الشعب كله أو الرياضيين كل بجميع الطوائف، يعني متابعين جيدين للنايل سبورت، لانها هي بتمس الشيء الداخلي. يعني هو بيحس ان القناه بتاعته في بيته، في الكافيه، في اي مكان، متابعه غير عاديه للبرامج والحوارات الرياضيه الجميله، وحضراتكم يعني الاستاف الموجود والاعداد بصراحه ناس محترمه، وفعلا احنا ما بنحبكوش من فراغ، يعني من لامسين وحاسين يعني بالتفاني في العمل وكل جديد بتقدموه لنا. يعني عايز تقول لي انه انتوا لما بتيجوا تتفرجوا على نايل سبورت هو المساله كده واخده منحى مش الشكل لكن المضمون في الاساس؟ المضمون طبعا، انتوا بتقدموا يعني الاشياء اللي بتمس او بتمس اي رياضي او اي نعم. واحد من عامه الشعب يعني، او من عامه الناس يعني. نعم طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، لكن شفت ازاي بالامس اكرامي والشناوي في او الشناوي واكرامي في لقاء القمه؟ والله انا سعيد جدا بالمستوى اللي وصل اليه الشناوي وشريف اكرامي، اتنين من افضل حراس المرمى في الفتره الحاليه. طبعا انا سعيد كمدرب حراس مرمى، شايف مستوى متطور، مستوى عالي. نعم. والفائز الاكبر هو منتخب مصر. نعم. النهارده عندنا ما تقدرش يعني تجزم ان مين اللي يلعب، سواء الشناوي او شريف، مستوى فني عالي. في الموسم الماضي كان نهايه الموسم كان الاهلي اخذ الدوري، وكان شريف اكرامي في دروب بسيط في صحيح
في مستواه. وكان في ناس كتير جدا جت على شريف اكرامي، وانا في بعض اللقاءات الحواريه في النايل سبورت اتكلمت، قلت ان الحارس المرمى هو لاعب بالاساس، ممكن مستواه الفني الكيرف بيعلى وبينزل. نعم. فشيء عادي ان هو مستواه ينزل شويه، وبعد كده هو تدارك وركز مع مدربه طبعا، وخرج من الحاله اللي هو فيها، واصبح شريف اكرامي النهارده بينافس على افضل حارس في مصر يعني، ووصل لمستوى عالي جدا. وطبعا انا بشكر مدربه وصديقي وصاحبي وزميلي الكابتن طارق سليماني يعني. نعم. على الجانب الثاني نفس الشيء، ان الشناوي النهارده قبل مباراه القمه يمكن 6 مباريات لم يدخل مرماه هدف او اهداف. وبعدين الشناوي من لقاء الصن داونز اللي هو نعم في نهائي دوري الأبطال، كان في دروب في اللقاء اللي هو نهائي افريقيا، وبعدها تدارك ورجع بسرعه، ودلوقتي يعني ما شاء الله يعني مستوى ثابت جدا، مستوى متطور. فانا بهني الحارسين الاثنين، نعم. وهم يعني يستاهلوا ان انا اقول 10 من 10 يعني. وده مكسب لمنتخب مصر مع الكابتن عصام الحضري ان شاء الله. الكابتن عصام الحضري طبعا بما انك ذكرته، يعني شايف النوعيه دي من الحراس من الناحيه البدنيه والنفسيه، وكسر حاجز معين انه عايز يكسر حاجه معينه، النفسيه دي عامله ازاي تحديدا في عصام الحضري؟ النفسيه يعني. لا هو كابتن عصام الحضري عنده اراده كبيره جدا، اراده كبيره جدا يعني. عصام الحضري، او انا اقول كابتن عصام الحضري، لانه نموذج للحارس في افريقيا، ونموذج في الوطن العربي كله. نعم. حارس قوي، حارس عنده اراده، حارس بيتمرن يمكن مرتين في اليوم، يوم الاجازه بتاعته بيتمرن يعني. شايف نفسه ان هو ابن ال20 يعني هو ناسي موضوع السن تماما يعني. حتى لما سافر ورجع وما عندوش يأس، وده فعلا عنده إرادة. عصام الحضري النهارده هو من أفضل الحراس اللي أنجبتهم الكرة المصرية. نعم. ومش من فراغ، راجل عنده إرادة، عنده تصميم، بيتمرن يعني بيحب المجال اللي هو فيه. فأتمنى له التوفيق. البروفة الأخيرة مباراة غانا فعلا يعني امتعنا، وكان صمام امان للمنتخب المصري. فان شاء الله انا بتمنى له كل توفيق في الفتره القادمه. النهارده انا سعيد بمستوى الحراسه في مصر، واحنا دائما سعداء في مستوى الخليج او في الوطن، او مدربين كمدربين. نعم. ان احنا النهارده حتى احنا دايما نقول احنا عندنا افضل حراس مرمى في الوطن العربي، افضل حراس مرمى في افريقيا. دي بترفع مننا ومن شأننا، واحنا النهارده بنسعى للتطور في جميع المجالات من دورات وخبرات، علشان ان احنا المردود في الاخر هيرجع لنا لمصر ان شاء الله يعني. حتى المدرب يروح ويشتغل 10 سنين 7 سنين، في الاخر والاول بيرجع بلده. كل العلم والدورات والتطور اللي هو جابه من هناك بالرساله بتوصل لبلدك يعني، اللي هي الاساس بتاعك يعني. طيب كابتن عادل، انت مستشعر انه الخبره اللي بتاخدها يستطيع، او كتير من المدراء الفنيين اللي موجودين في الخليج ما شاء الله يعني مصريين، هل يستطيع الاستفادة من خبراته، او انه البلد تستفيد منه عندما يعود، ولا المسألة ما بتبقاش في ذهن الكثيرين؟ لا، البلد فاتحه جناحاتها لاي مدرب. صدقني مصر الانديه مش لازم انا اروح امرن في الاهلي والزمالك، مبرن في انديه ثانيه يعني. والمدرب الكويس الكفء اللي هو بيسعى هيثبت وجوده، حتى لو مرن في درجه ثانيه ولا في درجه اولى، ولا مش لازم اهلي وزمالك، هيثبت وجوده. لان انت كمدرب كويس مردود بيكون في الحارس بتاعك يعني. انت بتبذل كل طاقاتك. نعم. بتجيب له اساليب التدريب الحديثه، الحارس بيتطور وبيثبت وجوده. فالنهارده انا لما اقول شريف اكرامي والشناوي، ما هو كابتن طارق ومدرب حراس مرمى الزمالك ومدرب حراس مرمى وادي دجله، ما هم دول كلهم لهم دور مع الحراس المتواجدين معاهم يعني. صحيح. مش عايزين نغفل الدور ده. المدرب هو الاساس يعني. اذا مدرب كويس بيساعد الحارس ان هو يبقى مستواه توب ومستواه كويس، وخاصه في قطاع الناشئين. يعني دايما البذره لما ابدا مع اللاعب وهو صغير بشكل سليم وعلمي، بيريح كتير المدرب المخضرم اللي هو مع الفرق الأولى، فبالتالي بيستقبل القماشة الكويسة لعناصر اللعيبة اللي بتوصل له.
حضرتك هو الناشئ، هو يعني انا ليه الناشئ الموضوع مهم في الناشئ؟ لان الناشئ بيتعلم المهارات الاساسيه لحراسه المرمى. النهارده لما مرن الناشئ مش همرن زي فريق اول، فريق اول هو عايز شغل تكتيكي اكتر. الناشئ عايز شغل تكنيكي، ازاي امسك كوره، ازاي انزل بالطريقه الصحيحه، ازاي اخد الخطوات، ازاي القفز، ازاي الطيران. انت بتعلمه التكنيك بتاع الحركه. اما الحارس عندك جاهز اللي هو في الدرجه الاولى او الفريق الاول، تبتدي تشتغل على الناحيه البدنيه، بتطور سرعه الحركه، سرعه رد الفعل، بيبقى في التمرين فيه قوه شويه. صحيح. بيبقى تركيز على القوه. اما في العناصر الناشئه تحت اللي هو انت بتطور في المهاره، يعني دايما تركز مثلا على موضوع المسك، بتركز على موضوع القفز، على التمرينات اللي فيها رشاقه ومرونه وتوافق. نعم. انت بتنمي الشيء اللي هو من خلاله يقدر يستطيع ان هو يركز على المهاره بتاعته. نعم بكل تاكيد. طيب انا زي ما بدات كلامي في هذه الفقره وحاول اقرب شويه، في مسائل كتير مختلفه مرت بيها دوله الامارات في 30 سنه، وعلى هم نفس ال30 عدوا على مصر، لكن في امور حدثت في الامارات. خلينا نتكلم في الشق الرياضي، وامور اخرى كانت تحدث في مصر، واكيد حضرتك تابعتها يعني. شايف الفوارق رايحه فين واحنا رايحين على فين؟ بدايه طبعا من 2011، لانه خلينا نحسب بدايه من هذا العام تحديدا، لانه اللي حصل فيه كل الامور اللي اختلفت بشكل جذري في مصر. شايف ان احنا ماشيين في اتجاه صحيح، ولا في امور معينه بتشوفها في منظومه كره القدم عموما والرياضه المصريه محتاجه تعديل او تصويب؟ هو احنا عايزين ندي المجال النهارده لاتحاد الكره. انا بصراحه اتحاد الكره الموجود في مصر دلوقتي من افضل الاتحادات. نعم. للخبرات، يعني النهارده في الموجود دلوقتي كابتن هاني ابو ريده، كابتن مجدي، كابتن حازم، نعم. كابتن خالد لطيف. كل الناس دي يعني عندها خبرات، احنا عايزين ندي لهم المجال علشان يطوروا في كرة القدم. لان الفترة اللي فاتت طبعا كان في عندنا ازمات، وكان في دروب، ومشكلة الجمهور، ومشكلة الامن، وهي المشاكل. فاحنا ان شاء الله نديهم الفرصة، وهم يبتدوا برضو يعني يسعوا في ان هو يعملوا دوري في مصر اسمه دوري محترفين. نعم. بكل المقاييس، يعني يسعوا يوفروا الدعم، يوفروا الامكانيات، يبتدوا يشوفوا شركات راعيه تنظم لهم الموضوع ده زي في الخليج. فعايزين احنا من خلال عندنا دوري محترفين، فاحنا هنلتزم بالقواعد، هنلتزم بالقوانين. ايه اللي بيحصل بقى في الامارات بالظبط عشان نشرح للسيد المشاهد ما يحدث في الدوري الاماراتي على سبيل المثال؟ والله الدوري الاماراتي هم عندهم دعم لا محدود. يعني عرفت ازاي؟ هو في كل ما يعني انديه دبي مثلا، انديه دبي اللي هو في نادي الاهلي مثلا، الطب هناك هو ونادي العين، دول نعم. اكبر ناديين. فحضرتك شايف ان نادي ان في دبي في مجلس، في حاجه اسمها مجلس دبي الرياضي، مجلس ابو ظبي الرياضي، مجلس الشارقه الرياضي. كل مثلا هو عنده 5 انديه تابعه لاماره دبي، 3 انديه او 4 انديه تابعه لاماره ابو ظبي. فبيبتدي هو كمان بيدعم، وهو بيجيله دعم من رعايه الشباب والرياضه. بيبتدي هو برضو عندنا في دوري المحترفين ان هو حول النادي الى مؤسسه، حول النادي الى مؤسسه، يبقى من خلال بقى بيستقطب لعيبه، بيبتدي يجيب شركات راعيه على اعلى مستوى. النادي ده يشارك فقط في كره القدم ولا هناك لعبات اخرى؟ لا هناك لعبات اخرى. وهو النهارده النادي الاهلي فيه سله، او في قدم، في كاراتيه. لا يعني الانديه هناك بتاخد شكل مثلا زي النادي الزمالك، عندنا النادي الاهلي، الانديه اللي فيها انشطه اجتماعيه وانشطه رياضيه كثيره. هي في انشطه رياضيه وثقافيه، يعني الاجتماعيه، يعني انك تاخد اسرتك وتقعد لا في بقى اللي هي الاماكن. انت عارف بقى دبي دلوقتي والامارات عامه مفتوحه تماما، مفتوحه، وفيها اكبر مولات، فيها اكبر منتجعات سياحيه، فيها اكبر اماكن. فهم بيركزوا بقى في اللي هي يقول لك مثلا ايه، نادي ثقافي اجتماعي. يعني هو بيركز على حته الاجتماعي دي بقى في الاخر، لكن هو بيركز اكتر على الثقافي، على الرياضي في الالعاب الرياضيه المختلفه، والثقافي في اللي هي المسابقات الثقافيه والاشياء دي. لكن مثلا هو بقى في اشياء ثانيه لتجمعات الاسر، للاجتماعيات. نعم، لكن الانديه فيها رياضات مختلفه. لا فيها طبعا، في انديه فيها سباحه، في انديه. النهارده الاهلي بينظم بطوله الكاراتيه العالميه. نعم. على مستوى العالم يعني. احنا بننظمها هناك عندنا في النادي الاهلي. في طبعا الباسكت، كاس الخليج ودوري الخليج، ومش مرتبط
بالامارات بس، ده نعم. على مستوى الخليج. صحيح. ده هناك حتى مدربين باليد كتير مصريين، مدربين في الباسكت، في الكاراتيه، في السباحه، كل الالعاب موجوده الامارات. طب النادي بقى مؤسسي بالشكل بجميع رياضاته ولا فصل كرة القدم عن باقي اللعبات؟ هو كان طلب الاتحاد الاسيوي، يعني انك انت يبقى عندك نادي احتراف او نادي هيدخل محترفين له قواعد وله، يعني بالزبط. حول لي النادي لمؤسسه، خلي الكوره لوحدها. يبقى ايه، انا عايز اعرف ايه الدعم بتاعها، ايه المردود، ايه الشركات، ايه هم عايزين يخلوا دخلك من الجمهور، عايزين يخلوا الشركه. يعني معنى شركه ان هي تقدر تصرف، تقدر تستوعب شركات راعيه، تقدر موضوع الجمهور، التسويق يعني انك تبيع لاعب، انك تجيب لاعب، يبقى في مردود خاص بكرة القدم تقدر انك انت من خلالها تطور في كرة القدم. والمؤسسات او الشركات دي داخله بنظام الاقتصاد الغير مباشر واسهم وما الى ذلك، ولا المساله دي لسه ما خدتش المنحى ده؟ لا والله، هو في دوري محترفين يمكن من 2007 اعتقد، او يعني في دوري من حوالي 6 سنوات يعني على الاقل، في متطور بجميع الجوانب يعني. وبيجي الاتحاد الاسيوي بيجي كل فتره، يعني بيجي كل فتره يراجع ويشوف البنيه التحتيه والاشياء اللي هو حاطط قواعد، هو بيباشر وبيجي صحيح. ويشوف يعني هل في خلل معين، هل في شيء معين. النهارده يعني على سبيل المثال نادي العين وصيف اسيا، دوري محترفين، بطل الامارات وصيف اسيا دلوقتي، كان بيلعب مع تشامبك الكوري الجنوبي وخسر يعني اقول لك كان هو افضل من الفريق الكوري الجنوبي. الموسم اللي عدى كان النادي الاهلي بيلعب مع جوانزو الصيني وكان وصيف اسيا. يعني الانديه الاماراتيه النهارده بتنافس على بطوله اسيا أكيد. لا، وانا بحاول اعمل بس المقارنات دي ليه؟ عشان نشوف احنا واقفين فين ورايحين تجاه الاحتراف باي شكل من الاشكال. وهتكلم عن البنيه التحتيه اللي حضرتك ذكرتها بشكل مستفيض شويه، لكن خلونا نتعرف اكتر على البنيه التحتيه الاماراتيه في مجال الرياضه وخاصه في ملاعب كره القدم بكل تاكيد، لكن بعد هذا الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، واتكلمت قبل الفاصل يمكن عن مسألة البنية التحتية من ملاعب لكرة القدم على سبيل المثال لدولة الإمارات الشقيقة. وإذا كنا بنتكلم عن ملاعب، فحابب أنوه إنه الملعب لما بيتبني في الإمارات بيتبني بناء مش عن يعني ابتعادا عن الإعلام، لا بالعكس، ده هو ممكن تكون لما باجي افكر في الامارات ابني ازاي استاد، فببنيه لازم يكون عنصر رئيسي معايا بخلاف التامين بيكون العنصر الاعلامي، ان انا ازاي اعمل فاسيلتيز او تسهيلات للكيبلز او خلينا نتكلم بالمعنى الدارج، فيش الكهرباء فين، اماكن وضع الكاميرات عامل ازاي، المساله دي تريح المخرجين ازاي في مساله نقل المباريات بالشكل اللي بيرغبه المشاهد والمواطن المصري والمواطن العربي بكل تاكيد. الاماكن دي والفاسيلتيز والتسهيلات دي قد ايه بتريح منظومه العمل الاعلامي في مساله نقل المباريات بالشكل المناسب والامثل والدقيق. وبالتالي حابب ان احنا نتكلم اكتر في مساله الملاعب مع الكابتن عابد فؤاد عامر، مدرب حراس المرمى للناشئين في نادي اهلي دبي. برحب بحضرتك مجددا كابتن عابد، وكلمني شويه عن الملاعب كره القدم او الاستادات في الامارات. هو زي حضرتك بتقول، يعني الامارات دايما لما بتسعى بتعمل شيء، هي دايما بتقول لك انا عايز يعني احنا بنصمم شيء يعني يكون الافضل عالميا. نعم. مش الافضل اسيويا ولا افريقيا ولا محليا ولا عالميا. النهارده حتى على سبيل المثال دبي دايما بتسعى ان هو يقول لك انا عايز ليه ما بقاش الاول في كل شيء. نعم. فالنهارده انت عندك استادات على اعلى مستوى، عندك استاد محمد اسمه الشيخ محمد بن زايد اللي هو استاد نادي الجزيره في ابو ظبي. نعم. عندك استاد زايد في مدينه زايد الرياضيه على اعلى مستوى. عندك الاستاد العالمي اللي اتنقل فيه مباراه السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك في استاد هزاع بن زايد بمدينه العين.
في طبعا بيتعمل استاد دلوقتي على اعلى مستوى، هيكون الاستاد الاوحد او الاول في الشرق الاوسط، بيعمله سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي. نعم. وهيكون بمثابه هو الاستاد الرئيسي اللي هيتلعب عليه مباريات النادي الاهلي. نعم. طبعا في استاد نادي النصر، كل فرقه في الدوري الممتاز لها استاد، واستاد عالمي، وبيكون تابع مواصفاته مقرره من الاتحاد الدولي، يعني لازم يكون مواصفاته هو حاططها الاتحاد الدولي اللي بيتمثل فيه الاتحاد الاسيوي. فالنهارده البنيه التحتيه موجوده على اعلى مستوى، بيبقى في ملعب للتمرين وملعب للمباريات او استاد للمباريات. فاستاد العين اللي هو القديم اللي هو في القطاره. فعايز اقول لك يعني النهارده استاد نادي الشارقه على اعلى مستوى. في استاد نادي الشعب اللي هو كان جاب يمرنه الكابتن طارق العشري فتره من الفترات. فالنهارده البنيه التحتيه موجوده في الامارات على اعلى مستوى، ما فيش اي مشكله يعني من الاستادات. نتمنى يعني ان يكون نشوف الاستادات الجديده بالمواصفات العالميه في مصر ان شاء الله. نعم. بكل تأكيد الشركة البرتغالية لنقل المباريات في الإمارات دي حاجة على أعلى مستوى بكل تأكيد، ويمكن تم التعويل عليها أو يتم التعويل عليها أحيانا في بعض المباريات الهامة في داخل مصر، ولكن المسألة مش تعامل باكج كاملة، بيبقى التعامل بالقطعة يعني زي ما بنقول. يمكن عندنا طبعا زميلنا واحد من أفضل المخرجين لنقل الأحداث والفعاليات الرياضية وخاصة في كرة القدم، أسامة الهواري، ودائما وابدا بيحصل محادثات كزملاء، لان هو في الاساس ابن التلفزيون المصري وقناه النيل. ولما كان بيتكلم دايما معانا اسامه كان بيتكلم في المساله اللي انا شرحتها في البدايه، انه لما بيتبني الاستاد في الامارات او اللي هو شافه مبني كل التفاصيل الخاصه بالاعلام، بمعنى انه المباراه في اساسها بخلاف حضور الجماهير داخل الملعب، فالعدد الأكبر هو الذي سيشاهد من خلال شاشات التلفاز بكل تأكيد، وبالتالي وضع كل حاجة بحسابات دقيقة جدا في مواضع الكاميرات بشكل أكيد بشكل احترافي جدا، يسهل على أي شركة أو أي منظومة إعلامية العمل داخل الاستاد، حتى وإن كانوا صحفيين، يعني في الجانب مش الجانب المرئي أو المسموع. هو النهارده الاستاد بيتأسس على أساس علمي. النهارده فين الكاميرات اللي هتصور موقعها، اماكنها، الاماكن الكهرباء، توفير الكهرباء، الاناره، توفير الامكانيات، مكان للصحفيين. النهارده غرفه المؤتمرات الصحفيه، النهارده الجمهور هيدخل من الباب ده، لا هيخرج من الباب اللي هناك عشان عدم الالتحام، عدم الزحمه. يعني في النهارده الارضيه بتاعت يعني في ارضيه للملعب بتتفتح وبتتقفل، يعني في اشياء جديده جدا يعني في الامارات على اعلى مستوى. وده يعني التكنيك ده لازم يكون موجود في اي مكان. النهارده انت راجل صحفي او راجل مخرج او راجل عندك كاميرات جاي تنقل المباراه، لازم انا اسهل لك جميع كمنظم كمنظم لازم انا يكون في كل شيء. النهارده مش هاجي عشان احط كاميرا اجي ادور طب اروح فين، طب اجي، ده انت عندك مباراه وعايز تنقلها، الكابل مش مكفي والحق يا عم، مش مكفي والحق والكلام ده كله، لا ما فيش، هو كل حاجه على اساس اسلوب علمي يعني. ده يمكن لقطات لاستاد هزاع بن زايد، حاجه يعني تحفه معماريه، تحفه رائعه، رائعه. وانجاز رائع يعني. النهارده شوف لون، حتى لون نادي العين، يعني اللون اللي هو البنفسجي اللي هناك، هو يعني شوف حتى اللون بيتعمل. النهارده في الاهلي بتحط اللون الاحمر، في العين البنفسجي، الوصل اللون الاصفر، يعني الشعار، يعني ده شيء مهم بالنسبه لهم. ايوه طبعا. وطبعا واضح جدا يعني ذوي الاحتياجات الخاصه معمول حسابهم في اماكن دخول وخروج واماكن المقصوره الرئيسيه، الفي اي بي بالظبط. لا هناك بتروح بتبقى عارف الرقم الكرسي بتاع رقم المكان. النهارده استاد سمو الشيخ محمد بن زايد، او ما هو جاي التصميم اوروبي يعني من انجلترا. يعني هو نفس استاد مانشستر سيتي، نفس ما اخترعوش العجله هناك، ما حطوش التاتشايه الاماراتيه. يعني مثلا ما عندهمش تاتشايه كده اللي هو نعمل ده الشكل الانجليزي، فاحنا عاملين تعديله فيه كده. لا ما هم بيجيبوا المهندس يعني بيجيبوا المهندس يصمم نفس الشيء، وهم بيقولوا له بتاع قال اذا في شيء افضل او في شيء، يعني هم سابقين الفكر بتاعهم، لكن ما عندهمش التاتشايه بتاعتهم اللي هو زي عندنا كده. لا هو هم بيحبوا يعني يعملوا الشيء اللي هو العالمي. بس النهارده حتى بمناسبه التاتشايه، ما هو النهارده في برج دبي العالمي، دي تاتشايه مثلا، دي تاتشايه، ما هو افضل برج او اكبر برج صحيح. في لا انا بتكلم في مجال الرياضه تحديدا يعني. انا عندي مثلا، لا ما هو برج برضو ما اتبناش
بشكل فيه تاتشايه، يعني في اسس علميه سليمه لبناء برج طويل زي ده، او من اطول ابراج العالم. هو الاطول. طيب ما هو ما بناش بتاتشايه برضو، احنا ساعات احنا برضو بيبقى لينا تاتشايات كده يعني. هو تاتشايه عنده ان انا الاميز، ان انا الاميز، هي دي التاتش هي دي التاتشايه بقى، ان انا مثلا ايه النهارده. لكن مش هعدل في ثوابت علميه. لا ثوابت علميه هو دي ما عندهمش القصه دي. يكفيني ان انا جبت استاد مانشستر سيتي حطيته في صممت واحد زيه في دوله عربيه. نعم. اللي هي الامارات. يعني انا الاول، انا الرائد ان انا جبت الاستاد وصممته. نفس الشيء النهارده سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي النهارده بيعمل استاد، هيبقى الاستاد الاول في الشرق الاوسط. بدي تاتشايه برضه يعني اللي هو التميز. التميز النهارده هم بيقول لك احنا الاول احنا الاول، مش من فراغ، هم عايزين يبقوا مميزين ومن حقهم، بيوفروا كل الدعم وكل الامكانيات في جميع المجالات. فالنهارده من حقهم يعني، وده شيء احنا بنفخر بيه يعني، علشان احنا الشيء حاسينه ولامسينه ان دوله زي دوله الامارات العربيه الشقيقه المتحده هي دوله يعني احنا بنبقى مبسوطين مرتاحين ان احنا متواجدين هناك، بنشوف التطور قدامنا باعيننا، وان شاء الله ينعكس على كل الوطن العربي يعني. امين. ده يعني بنتمنى كل المواطنين العرب بيتمنوا انه يشوفوا نفس التنظيم والحاله دي توصل لكل الاقطار. النهارده تاريخ 27 الماضي و28 اللي هو الثلاث والاربع كان في مؤتمر دبي الدولي العالمي ال11 يعني مش الاول ولا ال11. النهارده بيجيبوا المدرب كابيلو وسانتوس موجود. ده كان في تكريم محمد صلاح. اللي فيه اتكرم كابتن محمد صلاح، خد افضل لاعب من جائزه جلوب السكر كافضل لاعب. تفوق على رياض محرز لاعب ليستر سيتي الانجليزي، وتفوق على مدافع اليوفي بن عطيه وخد افضل لاعب عربي وكرموه. يعني النهارده بيسعوا ان هم بيجيبوا تجربه جميله، تجربه فريده. كابتن صلاح مصري عربي، نشأ في مصر، ترعرع في نادي المقاولين تقريبا، وطور من نفسه وراح بازل السويسري وخد افضل لاعب في سويسرا، وحصل معاهم على كاس السوبر السويسري، والنهارده انتقل لانجلترا، وبعد المحطه الاخيره اللي هي روما استطاع ان هو النهارده روما المركز الثاني على صحيح في الدوري الايطالي. النهارده راجل هداف الفريق، راجل ساعد بفريق منتخب مصر لافريقيا، وان شاء الله متصدرين تصفيات كاس العالم. نعم. فهو لاعب قدوه ولاعب في الوطن العربي. انا بقول لك الامارات ولاعيبه اماراتيه شباب دلوقتي بيبصوا لصلاح ان هو قدوه ليهم يعني. صحيح. والنوع ده كمان يا كابتن من المؤتمرات، قد ايه العائد الاقتصادي من خلال تنظيم النوع ده من المؤتمرات، واكيد دعوه الافضل. انت بتحول انظار العالم كلها عندك في دبي. طبعا. النهارده ضيف الشرف جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي الفيفا، هو بيتكلم وجاي دبي. النهارده كابيلو، النهارده افضل لعيبه صامويل ايتو النهارده موجود وبيتكلم افضل لاعب في افريقيا لمده 3 مواسم كافضل لاعب. افضل هداف افريقي على مستوى افريقيا كلها، اكتر من 100 هدف في الدوري الاسباني، حامل بطوله اوروبا مع الانتر ومع برشلونه. يعني النهارده ولاعب انطاليا سبورت التركي حاليا موجود معاهم. فهو الناس بيجيبوا لك زانيتي موجود، النجم الايطالي صحيح. الجميل اللي لعب اكتر من 700 مباراه دوليه يعني، ونائب رئيس النادي حاليا يعني موجود يعني. جاي بيتكلم عن خبراته وعن التجارب اللي هو مر بيها. نعم. فدبي النهارده تتطلع للعالميه يعني. صحيح. يعني ما بين تنظيم ايفنتس او يعني تنظيم احداث رياضيه كثيره جدا على مستوى العام زي ما قلت في مطلع كلامي، بالاضافه كمان لتنظيم مثل هذه المؤتمرات، ده بالتاكيد العائد الاقتصادي رهيب يعني. يقدر يدخل للخزانه العامه للدوله الاماراتيه الكثير والكثير من الاموال ومن العمله الصعبه بكل تاكيد. ما هو التخطيط الجيد بيجيب لك مردود جيد.
صحيح. تخطيط جيد، ناس بتشتغل، ناس بتعمل في صمت، بالاساس هو بيحب بلده وبيحب يبقى متطور. فالنهارده بقى مردود مادي، مردود اعلامي، مردود اجتماعي، مردود ثقافي، كله بيعود بالنفع. بيصب فين؟ بيصب في دولة الإمارات العربية الشقيقة. وده المؤتمر ده تحت رعاية مين؟ ده هي مبادرة من الشيخ، من سمو